خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. ايوا يا خوتي، شفتوا الفيديو ديالها مني حطتها الطياره وفي المطار، وغتبعوا معايا خوتي هذا الفيديو من الاول دقه دقه. راه تيقول لك حبل الكذب قصير. شي داك الفيديو الاخير اللي نزلات اكبر دليل على انها اكبر ممثله واكبر كذابه، ورجعت المتابعين ديالها كيقولوا باه. اييه، ودخلوا عندي تاني في التعاليق وتسيروا بدك الانتقادات اللي كتقولوا. والله ما كندي عليكم، قسما بالله كتبقاو فيا، بالعكس انا كتبقاو فيا. عييت نقنع فيكم انها غير تتكذب عليكم وانتم ما باغيش ديالكم، ما نعرفش الستار على عينيكم مصدقينها. ما عرفتش والله الا ما عرفتش. كاين شي وحدين كيدخلوا عندي تيقول لك عيينا نكذبوا ريوسنا حنا ونقولوا اللي يمكن هادشي حقيقه، والو كلشي تمثيل. الناس كما تنقول لكم اللي مطور، واللي مسكين عقله على قد حاله. اش غنقول لكم؟ الله يفتح لكم بصيرتكم. واش السيده عزلت المكان اللي غتستقبل فيه بناتها؟ علاش هذاك المكان فارغ؟ حنا كنعرفوا المطار تيكون ممتلئ، بلان عامر. علاش هذيك البلاصه بالضبط كانت فارغه وما فيهاش حتى شي واحد؟ او على الطياره حطتها غا وحدها؟ ولا واش نزلت من الطياره خوتي غا بوحدها تما والمكان فارغ؟ عزلت المكان. وهذاك بالضبط ملي بغات تعزل هذاك المكان اللي فارغ، لان ما تقدرش تصور الناس هذاك الفارغ، وبغات دير لينا هذاك الموقف الدرامي وهذاك اكشن تمثيل اللي تمت غدا كتجري وعنقت بناتها وتقلت الكاميرا علاش عزلت المكان؟ هذاك المكان بالضبط بلاتي هي نديرو عزلاتو. كيفاش تعزلاتو؟ على الزوج ديالها كل ما كان عندها تواصل مع الزوج ديالها وتقول لي الو فلان غنمشيو لهاد البلاصه، تما فين غيجي التصوير مليح، تما فين غادي تبان الدراما، تما فين غادي يبان اللقاء ديالي والاشتياق ديالي لبناتي والاشتياق بناتي ليا. كل ما كان تواصل هاتفي بينها وبين الزوج ديالها. تمشات عزلت المكان، وهو تا هو موافق. نعرف ان عندها خلافات مع الزوج ديالها، ما غاديش يوافق. غادي يوصل المطار، هكا فلانته، هكا بناتك هما، يلا انت استقبلتي بناتك. وخرجوا كذبوني في هذه. واش بالكم عادي؟ واش بالكم هادشي عادي؟ واش بالكم هادشي ماشي تمثيل؟ واش ما بانش لكم راها اكبر ممثله واكبر كذابه؟ هذا نهضر دابا غير على الموقف الاول. هو اختيار المكان. سمعتوا؟ وكيفيه اختيار المكان لو ما كانش تواصل بينه وبين الزوج ديالها على اختيار المكان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، واش هذه اللي مقروحه ومصدومه وتم الترحيل ديالها وباكي وشاكيه دارت هذاك التصوير وهذاك العناق اللي بينها وبين بناتها، ودارت المونتاج للفيديو، ودارت سميتو تقلات الكاميرا وهذاك التعناق؟ هادي راها كذبه باينه. سمعتوا؟ غير هادي راها كذبه باينه، وهادشي كامل تمثيل زعما الصراحه. هذيك ضائعه في مجال التمثيل. كون احترف التمثيل احسن لها من هذا اليوتيوب وهذه القناه اللي كتنصب فيه على المتابعين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه خوتي، البنيته مني عنقتها امها الكبيره، هزتها عنقتها البنيته الصغيره ماده يديها وكتقول بابا، يعني الزوج حاضر. نعرف انا السيده عندها خلاف مع الزوج ديالها، وخرجت فضحات وشوهات في اليوتيوب وقالت لي ما بغاش يجدد لي الاقامه ديالي وتم ترحيل ديالي، ما غاديش يستقبلها حتى هو في المطار. سمعتوا خوتي؟ كان غادي يخلي البنات، لان نعرف انا عزة النفس فوق كل شيء. نعرف انا غادي يخلي البنات يمشيو عند ماماهم وعارفه كتصور، وغادي يبعد. هي دابا باش تعرفوها غبيه ما عرفتش دير المونتاج الفيديو، لان كيما نقول لكم اخوتي الصراحه، انسان اي حاجه كيديرها ماشي طبيعيه وربي ما تيبغيهاش كيتفرش وكيتفضح فيها، البنيته الصغيره الكبيره هزتها كتعنقها كتصور، ولا شكون اللي كيصور فيها بعدا باقي ما وصلناش هذيك النقطه ديال التصوير. كتعنق كدور كدير هذيك دواره ببنتها، داك التمثيل كدور، والبنيته الصغيره مع بقات في الارض مدت يدها شافت باها وكتقول ليه بابا، يعني الزوج
حاضر ناظر في المطار اخوتي. ندوزو النقطة الثالثة هو أن أمها ملي كانت هي تستقبل بناتها والزوج، أمها شافت نسيبها الزوج ديال بنتها، قالت لبنتها شنا هي كلمة السلام بالماليزية، بغات تمشي تسلم عليه. ويلي با وغاقولوا لي يا خوتي نتوما هاد الكذابة فين غديروا وجهها، وانتم هاد النصابه فين غديروا وجهها، وانتم هاد الممثله فين غديروا وجهها. واش هما مخاصمين مع الزوج الماليزي وما بغاش يجدد لها الاقامه، راه كنا ندبت ليه حناكو، وهي اصلا راه ندبت ليه حناكو في المغرب. ديك الفضيحه والشوهه اللي دارت ليه فضحاتو. كلشي توحد ما بقى كيحملو، بعد انا كنهضر غير داك المتابعين اللي مصدقينها، توحد ما بقى كيبغيو، توحد ما كيحملوه، كلشي تيقولوا ليها انسان ظالم. ايوا خوتي، كيفاش النسيبه بغات تسلم على النسيب، باغا اللي ترجم ليها السلام بالماليزيه باش تمشي محمح بالماليزيه؟ ها كيفاش هادشي خوتي؟ ياك نتوما مخاصمين معاه، علاش بغيتي تسلموا عليه؟ ها ودابا خوتي انا غير فهموني، غير لك فهمت السطه، النقاط باينه، والتمثيل ديالها تفرش، والكذوب ديالها تفضح. تالين غتبقاو متيقين اخوتي يا المتابعين، اللي كيدخلوا عندي في التعليق وكيبداو كيقولوا لي واختك مغربيه خاصك تجي من جهتها. واش نجي من جهه وحده كذابه؟ واش نجي من وحده نصابه؟ واش نخلي هذه وحده تضحك على المتابعين؟ السيده راه جايبه تحت منها 300 مليون اللي جايبه تحت منها باش تبرع امها في ماليزيا وتمدها للزوج الكريم اللي كان هو تا هو بطل في التمثيليه في المسرحيه اللي دارتها ولعبت على العقول ديال المغاربه. حاجه اخرى، شكون اللي كان كيصور اخوتي؟ واش قولوا لي يا عباد الله، يا عباد الله، هاد السيده راه حمقتني انا. ملي كانت كتصور هذيك الاكشن، هذيك الجري وغدا بغات تعنق بنتها وداك الدوره اللي دار، شكون اللي كان كيصور؟ قول لي شكون اللي كيصور؟ اكيد غيكون ماليزي، ما يكونش مغربي، لان هي مشات معاها امها في التصويره كانت حاضره، امها اصلا ما تعرفش تشد التليفون وغتصور. اذا شكون؟ اكيد غيكون شخص ماليزي، سمعتوا؟ غيكون شخص ماليزي. شكون هو؟ الله اعلم. مهم ماشي مغربي، انا راه في المطار ديال ماليزيا. اذا اخوتي مسرحيه، فيلم، سيناريو مدروس، تخطيط حاطه السيده. دابا كما تنقولوا لكم، السلسله الاولى راها سالات، دابا غتبدا لينا بالسلسله الثانيه، سميتو، غتبدا لينا بمسرحيه اخرى وتمثيل اخر. ما لاحظتوش ان السيده ملي كانت جايه راجعه للمغرب جايه كتخنن علينا، جايه عينيها طيبين بالبكا؟ ما لاحظتوهاش؟ ملي رجعت لماليزيا ضربتها بتعكيره. كيفاش هادشي اخوتي؟ قولوا لي كيفاش؟ حد ديك الساعه كان تشويق، باغا تشوق المتابع، باغا تبين الظلم اللي تمارس عليها، باغا تبين انها تحقرات، باغا تبين ان راجلها تكرفس عليها وتعدى عليها وما باغيش يجدد ليها الاقامه. دابا جايه راجعه معكره، ضربه بتعكيره والفوندو تا ويلي 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 با. تدي اخوتي اش غنقول لكم؟ راه قلت لكم التمثيل، زعما اش غنقول لكم، هاد السيده هذه كان خاصها تمشي للمسرح او لا تمثل. الصراحه ضائعه وهي بارعه، هي بارعه في التمثيل وضائعه. ما مشاتش هذا المجال، لو كان مشات ليه كان غيكون احسن ما تضحك على المتابع مسكين. والله الا داك المتابع اش غنقول لكم نتوما اخوتي اللي متيقينها ومصدقينها، الا كتبقاو فيا بالله قسما بالله، وكل شيء واضح وكل شيء باين. والسلام عليكم.